انا دلوقتي نفسيتي كانت وحشه نفسيتي كانت وحشه فقلت العب بالسلك المعين في الشارع. وانا بولع راح مسك بقى في العبايه تحت العبايه بقى في حكايه بجد. مش حابب الحلقه دي. ايه ده اصلا؟ ليه؟ ده الضيف ده الضيف ده على قلبك زي العسل. ما بحبوش. ده انتوا كاريزمتكم مع بعض. ما بحبوش. متفرجش. هيحدف بحاجه الحقه امسكه يا ما هو حسن. مجنون. امسكه مجنون. وحجم كمان. ايوه. هو هو كبير برضه تصدق. هو بسم الله ما شاء الله ورياضي. تقلقش كده. ايه ده؟ تخافش. طب هو يا سلام يا جماعه عايز اقدم الضيف اللي جاي معانا. هو نجم كازينو الالعاب وواحد من انا بالنسبه لي يعني ومش بقول كده عشان هو صاحبي بس واحد من احسن المحاورين اللي موجودين دلوقتي على اليوتيوب عامه وفي الكونتنت كده. لا والله العظيم بجد واحد كده. من احسن المحاورين هو والله في حد الناس اللي بيحاول بتعرف غيره على اليوتيوب؟ في حد بيحور على اليوتيوب انت بيحاول؟ انت كلتها في صح؟ محاورين تاني على اليوتيوب؟ اعتقد في كتير مفيش غيره. عشان احنا بنشوفه هو عشان تانيين وحشين. ايوه. ليه نغلط في الناس كلها؟ ليه نبدا انت بالرد اللي بالطاقه عملت دي؟ كده. انت اللي عملت سقف كده. عاليه قوي قوي لاخونا عمر خالد يا جماعه. الله طاقه الله طاقه. يكرمك الله يكرمك الله نور يخليك. الدنيا يا عم عمر. ماشي نور يا محمود. الله يكرمك ربنا يخليك الله هو يخليك. المكان بتاعي ده فيه حاجه؟ هو كان في حاجه؟ فاكرين الحلقه يا اولاد؟ فاكرها فاكرها. انا وعمر خالد اتشتمنا كميه شتيمه. احسن. تخيل ليه؟ تستاهل. عشان ده عشان ده. تخيل القرف. تخيل القرف وانا اتشتم. طب بص بقى. انا اتشتم تتشت عشان جيتوا عليا. ازاي؟ يا لهوي اضرب اللي شتموك. ما تضرب اللي بيشتموك يا عم. بص يا جماعه انا طريقتكم في الحلقه دي ما كانتش احسن حاجه. عشان احنا كنا متفقين ان احنا نخش ندافع عن الموضوع. انا كنت خايف منكم. انتوا جيتوا عليا فشخ. لا انا ما جيتش عليك. انت جيت عليا. اجي عليك في ايه؟ صح جيت احنا عليا. شربناهم عشان يبلع انت بتتكلم على الجزء الاولاني ولا الجزء الاخراني؟ الجزئين. اول جزء لا، ما الجزء كانش الأولاني. سايبنا اتكلم. مين هو ده؟ انا يا صوت ما اتكلمش. انا فكره بسالك وانت اللي بتجاوب. انا مش أيوة. قصتي ان انت ما عندكش حاجه تحكيها. دي مش قصتي خالص. انا مش قصتي انك انسان فاضي. لا 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 انا عندي ماشي. كتير وعندي حاجات كتير احكيها. ما سمعتهاش. احكي لك بقى دلوقتي احكي له دلوقتي. ماشي. احكي. بص يا صاحبي. هتحكي قصه البيست لا 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 ولا خلاص هتحكي خلاص أنهي خلاص قصص؟ خلاص. انا عندي قصص بقى. اختار دراما اجتماع علم نفس حقوق. شوف انت عايز ايه. حسب تنسيقك. شوف انت عايز تحكي ايه. اقول لك انا عايزك تحكي ايه. المغرب. كنت باكل في البجد وباكل بليله. اللي اسمها حليله. ايه كلنا ايه في المغرب؟ حليله. انت بتقول ايه؟ كلنا ايه في المغرب؟ كلنا حاجات كتير. الحليله. ايه الحليله دي؟ الحليله. ايه ده؟ الحلالة. وقفوا بسرعه هيرقص. ايه ده؟ كلنا ايه؟ الحلالة. يا فندم ده ايه؟ شوربه العدس اللي هناك. اسمها شوربه الحريره. حليله. ايوه الحريره. يا ليله. يا حلالة. بقول لك ايه. ودي مش حاجه حلوه. دي طعمها حادق عادي. لا بس هي كانت لذيذه. كان فيها حمص وشوربه عدس دي بليله. وبقدونس. انت البليله في مصر بتاكلها دي معموله بتجيبها منين؟ قال لك بليله فيها حمص. ايوه طب بص الطاقه دي مش هتنفع. فاهمين قصدك. مش هتنفع خالص. فاهمين قصدك. قول يا مجدي. ازيك يا عمر؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. طبعا انت بالنسبه لي بدات ازاي يا عمر القرف اللي بتقدمه على النت ده؟ هو انا لو اعتديت عليه عادي؟ عادي. عادي اصل صاحبنا خلاص دلوقتي فعادي. يعني عادي لو حذفته بحاجه عادي مفيش عادي مشكله. عادي. طب انا اعتبر نفسي ما سمعتش السؤال. اتفضل يا زحمه. عمر ابتديت ازاي العظمه اللي انت بتعملها على النت دي؟ شفت الفرق؟ شفت انا هحترمه ازاي واجاوب؟ ده اللي عندي وسؤالي هترد عليه. صدقني ما هتوصل بالطريقه دي. انت ضيف عندي في برنامجي. لو قام مشي معانا سبونسر وماضيين معاهم ولازم عبده بص باك في اي حاجه. عبده بيسخن في اي حاجه. عبده في نص الخناقه عبده واقف يعمل اطالات. ان اكشن ان اي. هو ايه موضوع ايه ده؟ مش حاجه في دماغه. هو بص ما تفهمش عمر بيعمل لا ايه. والله والله انا هقول لك بجد الحقيقه. انا اصل بقيت عشان هو بيقعد معايا في العربيه كتير وبنتكلم في التليفون كتير قوي. ابتديت فاهم هو خلق فرضيه في فتره لما قلنا ان له هو مخرج. يلا يا عبده بقى يلا يا عبده بقى ايه نغير الكاركتر. عبده بيسمع غير الكاركتر دي بيتجنن. هعمل كاركتر جديده. قلنا بقى نغير الكاركتر بتاع ان انت مستضعف في استوديو الاثنين. الناس مش فاهمه ان دي كاركترات كلها اللي احنا بنعملها كلنا يعني. ده متخلف بجد. لسه كنت هقول والله ده فعلا عبيط يعني. ده مش كاركتر. عبده عامل كاركتر فيلا قام قال لك خلاص يا جدعان انا هعمل مخرج. طب مخرج هيذاكر اخراج؟ لا
هيجيب كاركتر مخرج او كاركترين، اه كاركتر 2 مخرجين يركبوا يعني هو ده بالنسبه لي. قام الف ان اكشن ان اي ولبست معانا بقى. فهو من هنا حاسس ان هو مخرج. عمر عبده عصام بيمثل لك ايه؟ لا شيء. قال له ولا حاجه. بس انا اكتشفت انه هو ذكي. هو ذكي. انا عمل معاك حلقه خطيره. يعني اكتشفت ان هو ذكي هو ذكي وعنده. هو بيكاركترايز. بس هو بيصدر صوره مش بتاعته. ما إيه عشان بقى؟ كده قلنا له نغيرها. يعني هو فعلا ايه مصدر الصوره اللي بتاعته. بيصدرها يعني؟ صدر ان هو غبي جدا وان بالظبط. هو بس هو على فكره عبده الانجليزي بتاعه مش هو وحش. لا 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 هو لا وحش، لا هو لا، وحش، بص، هو لا، أنا وحش، أقول هو لك، لا وحش. لا لا بس هو بجد هو مش وحش. الانجليزي مش وحش. هو سيء للغايه. هو ما جاش. فاهم. بس ممكن اقول لك حاجه. ما هو يا فندم انا لغويا الواد ده شاطر موهوب. هو بيجيب التون. بس ما بس يا تتكلمش. جزمه بقى، انت صغرتني ما تتكلمش بقى، ما بالله عليك. صغرتني. انا بدافع عنك قلت بروسس ده تحليل بول ده اللي دخلت علينا بيه. ما انا بدافع عنك بقول انجليزي. لا البروسس ايه بقى وقرا ايه على دماغك. اهدى كمل يا استاذ عمر. لا هو بيجيب التون. اه بس هو كلغه لا زيرو. احنا ما فيش. زيرو يعني احنا ما فيش. زيرو والله. انت لما اقول لك introduce yourself in English فتقول لي I invite all the terrorists to come to Egypt على اساس ان هم السياح، فاحنا في هو كارثه. ازاي ما اتحبسش عليها؟ يا اسطى حتى يوتيوب فاهم ان هو ما بيعرفش يتكلم انجليزي. ايوه حتى يوتيوب قال لك بس ده جاهل عادي. لا ما بس خير يعني. اه لا هو بس هو والله عنده. عنده. والله عنده لا ذكي. عنده الواد عنده والله. بس في موهوب. ناس تانية ممكن ما يبقاش عندها. هي على الابيض. حاسس ان هو جاي لك. لا 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 انا مقصود لو اقصد مجدي هوجه. هيتكلم في وشي اكيد يعني. يعني ده لو انا اقصد لو يعني. في حد هيتكلم في وشي. تشرب ايه يا عمور؟ تشرب ايه؟ هو ده اللي بيخلصه احمد حسن صح؟ ده تقريبا عارف انت ايمن مماليك. هو آه. فاضل له 2 جواري ويروح يروح بيهم. تشرب ايه؟ حط لي باللي انت ماسكه ده عادي. ماشي. هو كركديه ولا عناب؟ 2-1. هو الاثنين واحد اوكي. انت سمعت ده عارف قبل الفرق كده. يعني سمعت ده قبل كده. على موضوع العسل الاسود على العسل الابيض صح؟ تعرف ان هو ده بيدل على جهل. طبعا. مش عايز، لو مش هتديني مش عايز. اتفضل. مش فارق انت معايا. في بيتي يعني مش مشكله. لا انا عند حسن. ايه الطاقه دي بقى؟ بحبها قوي وضع مش النت. فاهم ايه ده. بحب ده. تشرب ايه يا معلم؟ كركديه. لا اديله بتاع نفسها. لو حطيت بنزين يعني انت صب لنفسك شوف انت هتشرب ايه واديله هو البتاع كامله. لازم مش فاهمه دي تاني حلقه ورا بعض فانا لسه بشرب من الحلقه اللي فاتت. مولاي بس كفايه عليك. مولاي لا هتديله دي. اتفضل يا مولاي الجعه. الجعه. هو انت كده عامل دور الجاريه؟ انا ما فهمتش. هو ايه يا اسطى ده في ايه؟ لا ما اصل انا محتاج افهم. يا اسطى اصل بص انت ما تزود هزار يعني انت كده حلو. لا اصل انا مش هعديها لك من ساعه ما جبت لي الفيديوهات القديمه بتاعت الجامعه الامريكيه. يعني اصل انا على الاقل انا بقدم شيء. انا مش انت فاهم حاطط عمر. روج يلا. طب بص يا عمر. مجدي ممكن اسالك سؤال لا بره الطريقه والله بص- العظيم بص- بره بص. الطريقه يا بص، جماعه احنا أنا- 3 كونتنت كريترز. انت وصلت لمرحله يا عم عمر ان انت كنت على الارض بتعمل كونتنت غريب، صحيح. اتصيدت جدا بقيت معروف، مش سهله جدا صحيح. نخش نمسح. هو نسيها ما هي لا. دي القصه. انا بالنسبه لي دي رحله النجاح كفايه. لا ليه؟ الروج ملوش عشان علاقة قرب بس بالدكتور. المايك عليك. قرب المايك عليك. اوكي انا لسه ما بعرفش لسه قرب ما المايك نجحتش عليك تاني. بالله عليك. قرب المايك عليك كفايه ساب المايك. قرب المايك بس. بس هسألك سؤال. انا بالنسبه لي انا بعمل ده بس بسيب الحاجات دي عشان انا بجد والله العظيم ما بهزر بس انا فخور بيها. فخور بالروج لا ايه الشيء اللي يدعو بالفخر؟ في الكونتنت ده. طب بصوا يا جماعه يا عم انا بسأل سؤال عادي. لو ده انا شخاخ قولوا لي. لو ده برنامج انا الشخاخ يا فندم انا بسألك سؤال عادي. قول لي ايه يا- الشيء اللي يدعو بالفخر انك حاطط روج فلتر روج على يا وشك؟ حبيبي انا بص البنت اللي خارجه عن ميك اب ارتست دي ايوه يا فندم. حد شافها من جوه يعني ايه؟ يعني حد عبر عن كينونها وليه انت اللي تعبر؟ وليه انت تشوفها عشان انا نفسي اشوفها من جوه؟ اي انا مالي. في انا بحب في الضحك ان انا اوصل للتفاصيل اللي محدش شايفها. ها؟ فهل افهمني بقى. اصل هو الضحك تفاصيل. انت كده مش يعني انت عايز تبان انك فنان أنا- عميق وكده. لا، دي مش أنا جمله. انا لا أو قول لي حاجه افهمها. اقول لك حاجه. ايوه. تعرف مدارس الضحك ايه؟ ايه هم؟ استنى والنبي حسن سيبه. مدرسه صبري الثانويه مدينه. خالد الوليد ثانويه ايوه كمل. بص ايه مدارس الضحك؟ بص اهم حاجه في الكوميديان التفاصيل. ايوه. طيب انت لو معاكي ايلاينر ومعاكي اي شادو
مين بيتكلم يبقى مين؟ فاضل لك ايه؟ برنامج يا عم طبخ سيب ولا- والله لا يسيئك. هقول لك سؤال، ايوه رايك في الخيام والتنت كلامك بامانه، كلامك بامانه. انت عارف ان كلامك بأمانة. مجدي صحاني من النوم النهارده، لا وحات امك والنبي خلاص. لا عايز صحاني اعرف من النوم القصه دي. النهارده بعد الفطار. عارف العيل الدحيح اللي بيقعد في اول صف ده؟ ما دي حياتي طول عمري. صحاني من النوم، يا حسن يا حسن وانا نايم تعبان فشخ. يا مجدي في ايه؟ حسن انت طلعت بتذاكر يلا. قلت له ما انا بذاكر. قال لي انا فهمت دلوقتي، دخلت وانا بذاكر لقيت حاجه اسمها فري رايتنج، ده اللي انت بتعمله صح لما تكتب حاجات كتير قوي وما توقفش كتابه. قلت له اه. قال لي بس قلت اكلمك اقول لك ان انا فهمت بس بس، وقفل معايا ومشي وسابني. صح ايه الرساله؟ ما اعرفش. انا يعني ما أعرفش. في معلومه اكتسبتها. ايه هي بقى؟ انا دلوقتي بذاكر شويه كتب كده بتاعت يعني عن صناعه المحتوى. انت بتذاكر صناعه محتوى؟ هي صناعه المحتوى عملوا لها كتب؟ انت ايه مش معانا في كورسيرا؟ انت مش مشترك في كورسيرا معانا؟ انت بتذاكر او انت شغل ما بتذاكرش شغلك؟ لا والله. بس انت فعلا خليني اسالك سؤال، انت آه. انت كان ليك اي علاقه بالاعلام في جامعتك؟ انا خريج اعلام. خريج اعلام اصلا صح؟ لسه يعني تخيل. صاحبي جدا عمر خالد، ما قعدوش مع بعض ساعتين. انا ما اعرفش فعلا هو خريج اعرف منين. انت ايه علاقتك بالهندسه بقى؟ بس ميك سنس والله ميك سنس. بس يعني انا استغربت ان انت بس لأن لا انت فعلا يعني بس مش اكتر صحافه. عشان اللغه مش- العربيه مش ما إذاعة تيجي نتكلم وتلفزيون، صحافة. عن الكونتنت عامه، عن ما انا الشغلانه. كنت هتكلم معاكم في حوار ان هو هل في مذاكره ولا لا، لان عمر انت فعلا محاور صايع قوي، الله واللغه العربيه كمان باينه دي حقيقة عنك إن هي- بصراحة. هو دي فعلا حقيقة. محاور صايع قوي. اول مره تقول كلمه حلوه والله لا والله العظيم انا بشكر فيك. بس لا انت من ورا ظهرك. لا حاجه في وشي. لا بس بجد الحلقه اللي أنا طلعتها معاه اوف انا كنت مرتاح فشخ. عظيمة. واي حد بيطلع معاه بس بيرتاح. انا عايز اقول لك حاجه مم. وانت هنقولها على الهوا يعني. عمر خالد محاور صايع قوي قوي قوي، بس في حاجه مخيفه جدا. حتى ساعتها كان في مش فاكر نبيل او شهاب حد كلمني ان يلا، قلت له انا خايف قوي. يعني دلوقتي انا وانت بقينا اصحاب فهبقى اللي هو مش خايف قوي، خايف قوي ان انت في ريسك معاك ان انت اللي قدامك يكرنج من كتر ما انت محاور جيد، يروح في حته مجدي عداها ما لبسهاش قوي، بس يروح في حته يقول كل حاجه. وانا عشان انت مريحه قوي، فاهم قصدي؟ مريحه قوي، فانت بقيت محاور فنانين. فلو انت بتعمل لقاء مع العوضي هيبقى لقاء صايع قوي. بس تعمل لقاء مع كونتنت كريتور وابتدى يقول اصل انا نجاحاتي وانا عملت وانا لما وصلت وانا لما طلعت وانا لما هيخيش هو مش شرط. لا مش شرط، لانه هو الفكره كانت بالنسبه لي في انه الناس مثلا عارفه احمد مجدي بس تعرفش احمد مجدي هو جاي منين. فهو لو اتكلم عنده حاجات يقولها تمام، هي في الاول في الاخر الناس اللي هتحكم. فاهم قصدك. انا بسيبك براحتك بس انا مش هاذيك. ايوه فاهم. لان انا لو حسيت ان انت بتاذي نفسك انا مم. هقص. فعلا. انا إيه ده بقى؟ اصلا مش جايبك اطلعك مسرح. انت النهارده الناس عارفه احمد حسن بس تعرفش احمد حسن جاي منين، تعرفش خلفياته، تعرفش علاقته باسرته عشان واهله كده عامله البرنامج ده ازاي. صايع الصراحه. فعشان كده انا بعملها من الزاويه دي بما لا يضره، لان في الاول وفي الاخر الناس ما بتعرفش الجانب التاني بتاعك. فده اللي ساعتها حصل مع مجدي وحصل مع وتامر الجيار، يعني حلقه تامر الجيار مختلفه. بس تامر كده انت تامر لو اتكلمت معاه هو هيفتح في الحته دي. لا بس هو عمر كان عارف يسيطر عليه بصراحه. انا اتفرجت على الحلقه مش شبه حلقات تامر الجيار. ما هو بص، انا قصتي مع تامر الجيار بس هي مختلفه، لان انا كنت عايز يطلع معاك. اطلعه معايا. وكان الهدف من الموضوع ان هو انا شفت له فيديوهات كتير على السوشيال ميديا وما عجبتنيش من الاخر يعني. لان انا حسيت ان هو جاي في قالب يطلعوه مسرح. اغلب اللي طلع معاهم كده، وانا ده ما كنتش حابه، لان انا هو الوحيد اللي على التيك توك اللي انا حاسس ان هو عنده حاجه، في قصه، في معاناه، يا لهوي في حاجه، في زتونه في الموضوع. عشان كده ما جبته، انا قعدت معاه قاعده قلت له سيب لي نفسك، سيبني اتكلم، سيبني اتناقش معاك. هتتكلم لوحدك يبقى الحلقه ملهاش لازمه. فهو كان متفاهم الحته دي، ان هو سيبني الموضوع يبقى نقاش، اخد ودي معاك، اقطعك ونروح ونيجي ننط من موضوع على موضوع تاني.
عشان في الاول في الاخر وانا قلت له بشكل واضح وصريح، قلت له انا مش جايبك اتريق عليك، لا دي لذيذه منك. انا جايبك علشان الناس تعرف انت مين. الناس عارفاك اللي هو تامر الجيار اللي بيطلع على التيك توك. انت طالع على التيك توك بتعمل ايه وجاي منين؟ بس يا جدعان انتوا متخيلين الراجل ده عنده كميه طاقه كلام قد ايه ان هو يبتدي يتكلم من هنا بدل ما كان بيتكلم من هنا؟ لان تامر جوهر قضى حياته كلها بيدافع عن نفسه وبيقول يا جماعه فدلوقتي بقى عنده الفرصه ان هو يطلع يقول انا لما كنت مع فتحي عبد الوهاب، انا لما كنت هو عنده كل حاجه يقولها، عنده حاجه يقولها. واتبسطت جدا انه 50 مثل، سنة برضه. واتبسطت جدا انه انا ابتدى انبسطت يظهر، جدا ان هو مثل. أيوة، لان حقيقي. هو فعلا انا شايف ان هو عنده حاجه، يعني عنده حاجه وانها تجيله كمان بعد سن كبير وبعد معاناه، دي بالنسبه له حلاوتها في حته تانية. دارك طب تعالوا نتكلم في موضوع المحتوى بقى، عشان انا حاسس ان الشغلانه دي محدش بيتكلم عنها از ان هي شغلانه، ان هي خلاص انت شغال كونتنت كريتور. انا بحس ان هي شغلانه. لا هي مش هي القصه كمان، الناس بتقول لك انت اللي بتطلع على النت، تطلع على النت تطلع على النت. واي حد اسمه انفلونسر. اه انا الموضوع ده بيضايقني قوي. ضايقني قوي. انا لا بلوجر ولا انفلونسر ولا انا في الحته ولا دي فلوجر ولا هناك. فلوجر ولا جيت ريدي ويز مي ولا ولا انا زي كنزي يعني لك انت كنزي مدبولي، لا هي بقت تايتل. انا بحب كنزي مدبولي جدا يعني. لا مش قصدي، بس هي بقت كنزي مدبولي دي حاجه، فاهمني؟ انت عايز ايه؟ لا عشان انا بحبها جدا يا عم انا ما قلتش ان انا بكرهها يا عم. كونفيرم حاجه يعني. ليه عايز بتغلط في الناس، تخليني فاهم؟ خبر عاجل على تغلط الجزيره؟ في الناس فاهم في ايه يا ريس؟ بس هو خلي بالك من فتيات حاجه، كنزي مدبولي هو خلي بالك من حاجه، هو من مم. بعد ما مثل خلاص بقيت بحسبها خلاص شوية. بقى بيحسب. كلامه بقى ايه، خايف بقت يخسر كنزي مدروسة. مدبولي، دي حاجه غريبه قوي. ما هو مش ضامن الدنيا راحت فين. خايف قوي من التصريح بتاع أحمد صرح حسن. الفنان صرح أحمد الفنان. حسن. فكره انت اي حاجه بالنسبه لك تصريح دي غريبه قوي. يا لهوي التصرف مرعبه تصريح اي حاجه تصريح. مرعبه. صراحة لا قبل انا كده؟ كل اللي كلموني صحافه قلت لا، كله لا ما عنديش ما عنديش الاويرنس لسه الكافي بتاع انا بقول ايه، فتجنبت كله. يعني انت لو وصلت الليفل ده هتخش تكلمهم وانت حاطط رجل على رجل، انا ما عنديش الاويرنس خالص. أنا هحكي هقوم كل رامي حاجة. في النص حاجه ده هحكي كل حاجه. هيحبسنا. انت مش من اول قلم انت من اول قلم مش بس هيتكنسل هيحبس. يا جماعه ليه يا مجدي؟ يا جماعه ليه يا مفيش جماعة. فلتره؟ بص انا اللي في قلبي على لساني، وده اللي بيخليني قريب من الفتيات الغربيه. تعالوا نتكلم عن خلي صناعه بالك انت المحتوى الحلقة عشان بتاعتك كشغلانه. هو قلع. هو انا مش عايز مجدي؟ التوبيك ده مش عاجبكم. قلع هدوم ومالته هو التوبيك لا، بتاع ده صناعه كده يعني المحتوى ده كتر مش خير عاجبكم. الدنيا يعني توبيك صناعه المحتوى ده مش يلا عاجبكم. نتكلم فيه. طيب قول تاني. شايفين كنت صناعه بتلعب هاندبول وانت صغير؟ جدا. انا لذيذ قوي ده. لا، هاندبول. بحبه. باين الكونتنت عليك. كريشن من وجهه نظركم صناعه باين عليك. بس المحتوى. انت كنت عامل دور حبيبي صراحه قلبي. ممثل محترم. طيب والله ايه رايكم في العظيم. الانفلونسرز والله والتنت ممثل والخيام محترم. الرمضانيه؟ دي بتجيب انتباهك دي، عارفها دي. بجد كريشن بجد بالنسبه لكم بجد محتاج مذاكره؟ صناعه المحتوى طبعا اي حاجه في الدنيا انا شايف ليها مذاكره. انت بتذاكر ازاي؟ انا بتفرج كتير، صحيح. ده جزء بقى من المذاكره. انا بالنسبه لي اي حاجه فيها فن لازم تتفرج كتير قوي على حاجه شبه اللي انت بتقدمها. بتتفرج على كونتنت هنا ولا بره؟ لا بره، وبتفرج على كونتنت هنا. يعني ده بالنسبه لي في حته الرياكت، لو انا عايز اتفرج على حد شاطر فيها هروح اتفرج على ادين موجي، ايه ده؟ حتى هو مختلف عني مثلا، بس لازم افهم الراجل ده بيعمل ايه، بيتحرك ازاي، خطواته عامله ازاي. ساعات عشان انا بتاثر بالفيديوز اللي انا بشوفها، بس ببقى فاهم ايه يعني ايه السين اللي هو رايح له جديد. تاني حاجه بقى بحس صناعه المحتوى هي عامله زي الجيم. انت ممارسه فشخ. انت الافكار بتجيلك لما انت بتفكر كتير. يعني مش هو انتوا اصل هو قال لما بتعطش بتشرب صح؟ طب ثانيه واحده، احنا ما حدش تسمع حاجه عن الالفا ستيت؟ الفا مش الفا. لا دول تبعنا. ده دي الفا دول تبعنا. ماشي. تسمع حاجه عن الالفا ستيت؟ ايه الالفا ستيت؟ عرفني. قول لنا يمكن نورنا. احنا جهل. شكلكم مش عارفين. لا نورنا. طيب اعتبرنا لو جهل. طاقه الحلقه ان انا ادفايزر فانا مش ادفايزر. معلش ما هو انت عندك معلومه مفيده تفيد اخواتك يا ابني احنا مش عارفين نفيدنا. انت كلامك شرير. لا مش هكمل كلام. لا والله يا ابني عايزين نعرف فيدنا. الالفا ستيت دي كلنا محتاجينها كصناع محتوى. بتعمل ايه بقى يا ابني؟ والله بسالك عادي، هو في ايه؟ مش عاجبني الطاقه دي. اشرحها. هي ستيت اوف مايند. هي ستيت بتجيلك اول ما بتصحى من النوم، وانت سايق في فترات الاسترخاء. دي اكتر فترات بتبقى انت كرييتيف فيها. فانت عشان تطلع افكار صح وافكار كرييتيف في الفترات دي احسن افكار بتوصل لها، وانت مفيش ضغوطات. لا ما هي دي الفتره. يعني انت اول ما تصحى من النوم مضغوط ليه؟
انت مضغوط او بتصحى من النوم انت بتكلمني ايوه، ما دي الصبح، بالنسبه طبعا لي ما بيتا دي- ستيت. اه بس فيعني انا بحاول اوصل لها عشان دي احسن وقت. مثلا الناس اللي بتتمشى كتير دي، المديتيشن هي دي اللي هي يعني مش بتحصل لا للناس المديتيشن كلها. علمي تاني. لا لو انت عايز، لا بص، هقول ما لك تفهمنيش يا معلم. استنى ما انا ما اروحش اقرا وتقول لي هفهمك. افهمك ايوه دي، انا وتمسك انا ركبي اسف انا وتعمل لي لا خلاص عندنا دي، لا بص ما تحاسبوش حسن، وبتاع، ولا حسن. بقول لك ما مش بتحصلش هتصلعني على الناس صاحبتي. كلها مش بتحصل الناس كلها لما بتصحى من النوم، مش بتحصل الناس كلها وهي سايقه. في ناس اوفر ثينكرز، وفي ناس عندهم ADHD، وفي ناس عندهم انكزايتي زيك. انت عمرك ما هيجي لك الالفا ستيت الا لو عملت مديتيشن او يوجا او الحاجات اللي في الصلاه طب بتحصل انا لنا. ذاكرتها ليه بقى كده؟ انا مش هتجيب. مش تحصل لك انت اصلا خالص، لازم انت تفورس الالفا ستيت عندك انت، مش هينفع تعمل. انت عندك الفا ستيت؟ ما عنديش. اعتقد طب هو فيها بتربي دلوقتي، كلاب؟ اعتقد هو فيها دلوقتي. بتربي كلاب؟ لا. انت بتذاكر عمر محتوى؟ يعني ممكن اذاكر، ممكن اتفرج على حاجات. هي المشكله في المحتوى دلوقتي ان هو سريع والناس بتزهق بسرعه، فلو انت ما بتطورش هتتركن على الرف، لان كل شويه في حد جديد بيظهر. انت بتطور يا عمر؟ في كل شويه حد جديد بيظهر، كل شويه حد بيبقى موجود في السوق، فانت لازم دايما كل المحتوى اللي انت بتعمله هتيجي بعد فتره تضطر تطوره. وهو ده السؤال، ده اجابتي على انت السؤال بقى ليك. اتطورت المحتوى بتاعك؟ اه انا طبعا مش شايف اي طورت. تطور الصراحه. ما مالكش دعوه. يعني هو لما تعمل لي برنامج اسمه فول مارك عشان في رمضان يبقى انت كده بتطور؟ لا ما بطورش. واقول سميتوش لك فول وطعميه مارك ليه؟ او على حساب فول وطعميه والحساب عندي او حاجه. الاولانيه كانت احلى برضه شويه، يعني قدرت اجيب لك في الاولانيه بس مش انت هضطر ابيعك في الثانيه. خلاص فول وطعميه مارك دوست حساب عليا عندي جامد. السحور عليا. انا مسميه برنامج العدل سحور، فعادي يعني. ايوه يعني احنا بنتريق على ايه يعني؟ بس انت الكونتنت بتاعك عمر سيفر شويه، انت ممكن ما تطورش. لا بس الناس بتزهق. يعني انا لو ما جيتش طورت في الفورماتس اللي بتتعمل، الناس تيجي تقول لك طب هو بعدين. فانت لازم كل شويه تحط تاتشاي حتى لو حاجه صغيره. طب ليه ما تروحش للسهله خالص تعمل اوبن مايك؟ انا مستغرب جدا ان انت كل ده لسه ما عملتش اوبن مايك بودكاست جو روجن والحاجات دي. عشان بقى كتير، يعني هيبقى ايه مختلف. لا بالعكس، مش كتير خالص. عمر انت لا شاطر موجود. فيه جدا. اصل لا انا بحب تبقى توبكس. هو مين من احسن الناس اللي موجود دلوقتي؟ اسمه ايه الكاتب؟ انا بنسى بلال- اسمه، انا اسف. انت تبقى عارفه، اللي هو بتاع الجزار، عباس ابو الحسن. عباس ابو الحسن. عباس ابو الحسن. هو هو نفس المدرسه بتاعت وما جو روجن. بيسمعش، ما بيسمعش خالص. لا بس الموضوع اتغير. هو لما الناس اتكلمت معاه في القصه دي كتير ما بيسمعش قوي يعني شفت له اخر حلقه مع احمد العسيلي، شفتوها؟ لا مش شفتهاش. حلوه فشخ. احمد العسيلي ده اه بقاله كتير قوي ما ظهرش. بقاله كتير قوي ما ظهرش. انا بحبه فشخ مم. يعني. هو في ايه؟ أنا بحبه والله. انت بتبص لي كده بحبه ليه؟ والله، بسمعك. طاقتك مش حلوه الحلقه دي. انت عندك غير امان غير طبيعي. مش طبعا حتى مفيش مننا امان. احكي لك اصحابه ليه؟ هنعمل أحكي لك ايه؟ ليه؟ طب اكتر من أحكي كده لك يا عم احنا ليه؟ بنتكلم معاك احكي لك عادي. ليه. انا وانا صغير ايه ده؟ شو بقول لي انت عندك بص- امان غير طبيعي. بص- خلاص والله. بص، بيقول لك أفهم. عدم امان اولا، ايوه عدم ثانيا امان. القصه اللي هتحكيها هتبقى ايه؟ هحكي عندك عمل- هحكي ايه اللي عمل- حصل ولا صغير؟ مش لازم. ماشي. كويس انك في حياتي والله. كنت هبوظ الدنيا. اصل ابويا بس خلاص. طب انتوا شايفين صناعه المحتوى؟ عشان التوبيك ده مش عايزين تتكلموا فيه بصراحه. ما احنا بنتكلم فيه يا راجل. احنا بنعمل كل ده ايه طيب؟ احنا جواه، احنا جواه. طيب تمام. انت في اجابه معينه انت عايزها؟ شايفها شغلانه فول تايم، تفتح بيت، تجيب زوجه وتجيب اطفال؟ يعني لا، هل انت عمرك عايزك تصيغ السؤال صح. طيب انت لما جيت اتقدمت لمراتك اي قلت لاهلها انك بتشتغل ايه؟ مبيض محاره. بجد ولا قلت لهم صانع محتوى؟ عمر هو ما كان كانش في حاجه فاهم. تانية جنبها؟ لا هو كان، لا ما كانش فيه ساعتها لانه يا ابن اللعيبة. بجد والله؟ بس مش بكيفي. ايوه لا بس برافو ان انت عارف تقنعهم اصلا. ما هو انا عرفتك. بص انا كنت شغال الاول في المصري اليوم صحفي عادي جدا. اوكي. اشتغلت 11 سنه، وبعد كده قبلها كنت في اليوم السابع، وبعديها اشتغلت في القاهره والناس. في الرياضة. دول صح؟ كل الناس اللي كلموني قلت لهم لا انت كنت اشتغلت في كل الناس اللي كلموني قلت لهم انت كنت بتشتغل في الرياضه؟ لا اشتغلت الاول سياسه. يا راجل. ومظاهرات وجري وضرب وحاجات كده يعني انت وحوادث وقضايا. ايه ليه يا عمر؟ ايه يا حبيبي؟ ليه انا كل ده؟ رحت مع كابتن بابا يا نهار شفت يا حاجات نهار صعبة قوي. اسود. صحفي ولا مراسل ولا ايه كاتب ولا ايه بالظبط؟ لا اوفيس بوي. بروح ببقى في المحكمه
باخد نبطشيه اوفيس بوي باش كاتب. مجدي بلاش غباوه. هو انت مديني وش ليه عشان ما هو يا أنت بوي صاحبي دي مش اسئله. هشتغل ايه بالله عليك؟ ما أنا اروح ب- المحكمه اعمل ايه؟ بتقف قدام المحكمه زي محامي خلع كده اللي هو منسل يعني ولا صح. لا مناسب صحفي، بروح احضر القضايا صح. اللي بتحصل واكتب الجلسه حصل فيها ايه واكتب التقرير واديله الجورنال. يا نهار اعتقد أبيض. المراسل ده اللي بيتبعت صح، ده اللي بيبقى واقف بقى في أحداث المراسل ورا ده بتاع وبتاع. التلفزيون، مم. ده اللي بيطلع في التقارير. آه. عمر خالد التلفزيون أيوة، العام أيوة، الامريكي بالظبط. عاجل وبتاع عمر عاجل فانت آه. سبت ده وتقدمت. لا انا ما سبتش ده. انا بعديها بعد الفتره دي رحت موقع رياضي ما، وبعد كده حصلت معاهم مشاكل فمشوني، فانا مشيت اجبار، فتفرغت للسوشيال ميديا اجبار. ففي الفتره دي الصفقة بقى بتاعت انا كنت المفروض اتقدم. طب انا هتقدم ازاي؟ دي كانت نقاش بقى، اللي هو انا هتقدم هروح اقول ايه. ايوه انا مش فاهم فحاولت ادور على اماكن تانية لشغل ثابت. انا عارف ان انا كده كده مش هكمل، يعني كده كده هضطر انت عايز اتفرج حاجه بس للسوشيال تروح تتقدم بس تبقى بيها. حاجه اللي هو تروح تقدم الاهل بيها. هيبقوا فاهمينها. انا فاهمك. جاي شغال صحفي واقعي في جداً المكان الصراحة. الفلاني، بعمل 1 2 3 بسوي 1 2 3 عشان اروح ان انا اقنعهم بان انا كونتنت كرييتور صعب وبعمل أوي. فيديوهات صعب والكلام ده أوي. كله. فاكر محمد ممدوح لما كان في بنك الحظ لما قال لا فلوسي بتنزل على الراوتر، كانت هي نفس الفكره ان ايوه انا صعب قوي. هشرحها ازاي. وده كان من كام سنه يعني يعني انت الحدث رحت ده كان اتقدمت من كام سنه يعني؟ ده من سنه من سنتين. اه كان يعني الموضوع كان الموضوع شوية. ابتدى كان ينتشر الموضوع بس برضه تمام. still كان مفهوم بس اللي هو بعدين صعب برضه. اصل انت في الاول في صعب الاخر برضه انت النهارده واحد انت جاي يقول شغال، لي انت النهارده شغال، ففي انكم داخلك. انت لو ما اشتغلتش هيخش لك برضه، ما انت اكيد في داون بيمنت يعني او كده. انا قلت اهزر معاك. ده لو بيتقدم لبنتي هاكله ده لو كف. بيتقدم ايه يعني؟ ده انا انت أو يا عم هتعرف تتكلم يا جد؟ عم ازاي حضرتك؟ طب انا اعتبرني كوميديان بالفطره وعايز أقول لك على حاجة. اتجوز بنت. اقول لك الفين باشا امشي معايا. ده ابو العروسه اه تمام، عم العروسه اتفضل. وانا جاي لوحدي كده. ما هو على فكره بتروح لوحدك ماشي لو انت إيه مش يا عارف حبيبي؟ يعني. الاول بتروح لوحدك الاول. ماشي. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ السلام عليكم، ازيك يا عمو عامل ايه؟ والدك فين؟ جاي لوحدك ليه؟ انت حيوان؟ انت بتسمع كلامه؟ تعبيط؟ ممكن حد يخش يعمل ابويا عشان ابويا في نظره حيوان. ممكن حد يخش يعمل ابويا يا جدعان. انا قلت بس اجي اول قعده، انت فاهم يعني، حضرتك تفهم في الاصول. جوازه باظت كده باظت. كده قلم كده باظت. ظهر ايدي. طيب تعال ثانيه بص- هنعيد تاني ماشي. يلا تاني. ازيك يا عمو عامل ايه؟ الحمد لله ايه تمام. الاخبار؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عامل ايه؟ انا كويس الحمد شغال لله. ايه يا حبيبي؟ كوميديان بالفطره، صانع محتوى. دي اجابه على بر. بعدين قام سكت ثانيه وقال صنع محتوى. صانع لو كنت محتوى سبته سنه والله كان هيقعد شويه وهينزل الموبايل محاره. سيبه الانكزايتي هيشتغل. ماشي. ازيك يا عمو عامل ايه؟ الحمد لله. واحنا مش الأخبار؟ هنعيد من الاول بقى، خلينا من الاول. ازيك يا عمي عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. بتشتغل يا حماد؟ امال فين هند؟ جوه. هي مكسوفه انت تقعد معانا بتقولها ولا له ايه؟ انت مستشار ليه؟ امال ايه؟ انت عبيط يا اسطى. فين هند يا عم؟ هو فين هند عشان انا جسمي سخن قوي. يا اسطى احترم نفسك، انت بتتكلم عمها. ايوه ما انا ما كانتش ابوها ما كان عمها. بتشتغل ايه يا حماد؟ اتفضل. يعني كنت طالب القرب منكم. ايوه يا فندم. بتشتغل ايه؟ غيرت رايك يا مهندس. شفت بقى؟ وعندي برايفت بيزنس. ايه هو بقى؟ اهو. امم هو ده مش بيزنس؟ انتوا شايفين ده بيزنس بقى؟ ده فعلا سؤال حقيقي. زي انت تقدمت كده وانت هتتقدم كده. طب انتوا موافقين؟ انا تمام. لو انا صانع محتوى؟ انا شايفه بيزنس. لو انا بس طالما ترضى تتجوز بنتك لو صانع محتوى؟ لا انا كده بص لو صانع محتوى في العادي ممكن، انت لا. سكه. انت سرقت اجابتي يعني. انت كنت تقول كده. اشكرك راجل محترم. اشكرك. بس هقول حاجه. لا هقول حاجه بجد والله. انا شايف ان الجيل ده من الابهات مش هيبقى بيبص نفس نظره الجيل اللي فات من الابهات. انا عايز راجل سكه موجود. لا مش انت يا صاحبي. انا عايز. اتفضل يا عم نبيل. انا قول لهم حاجه يا نبيل. لا حاجه يا نبيل. مش قصدي حاجه. آه. قصدي احنا اعتقد ان احنا هنبقى متجهين في اتجاه. عايز واحد يصون بنتي، عايز واحد راجل، عايز واحد جدع، عايز واحد يعرف يسد معاها. بنتي بنسبه كبيره هيبقوا الاثنين بيشتغلوا مع بعض، بيبنوا حياتهم مع بعض، بيزقوا مع بعض. بيعملوا كونتنت سوا.
تخيل كميه الفيرال واحنا بنوري الناس السفره. لا تخيل كميه الفيرال. بس يعني فاهم قصدي، بس لا يعني هتبقى بالنسبه لي لا مش سريع والله خالص. عمر بص له هقول لك ليه عشان احنا شفنا جيلنا شاف ناس زي الفل متجوزين بعض بينتهوا بطلاق والشقه بتفضى ومحكمه الاسره بتخش وبنضرب بعض وبناخد الشوك وبنتخانق على السكاكين وبنتخانق على السفره. شفنا ده وكان ابن ناس جدا وكاتب مش بتكلم على مهاب والله، مش قصدي حاجه على مهاب يا ابني مش قصدي بابا، انا قلت ناس نضيفه لك. يا نهار اسود علينا. بحبك قوي بحبك قوي. ايه مفيش اب بيعمل كده يا حسن، يعني مفيش اب انت ما عشان كده بقول ده الجيل الجديد، عشان كده بقول ده الجيل الجديد لان احنا شفنا. انا من الجيل الجديد ومش هعمل كده، انا مش هدي لا يا حبيبي انت مش اصلا تدي مش بنتك صانع هتخلف. محتوى؟ ماشي. مش هتخلف. انت اتجوزت بنتك صانع محتوى؟ لا ما اقصدش كده، اقصد بجد والله فكره ان واحد يبدا حياته مع واحده. ما انا هروح معاك بقى كده مش هترفض. احنا مش هنقول لهم وهنقول لهم ان انا خالك. اترفض في انت عارف ان الأول. انا هروح اترفض، معاه. انت عارف ان ده اكبر افيه في الدنيا. انت عارف ان انا هروح مع هيروح عبده يتقدم معاه وهقول ان انا خاله. هيقولوا كده إن هو خالد. نصبايا. جيت بالدنيا ونصبايا واضحه. بص ما اعرفش هو ازاي انت خالد. بص انا وعبده اصلا نصبايا واضحه يعني واضحه جدا. طب مجدي اقرب. بس هو مجدي محتاج حد يروح معانا برضه. اروح مع مجدي. هو انت برضه حد أنا محتاج هروح حد مع يروح مجدي معاك. أقول- هاخد حسن معايا. هقول كإيه له مرات بقى؟ خاله إيه؟ مرات خاله انا قاعد معاهم، انا مكمل معاهم شويه. هتاخد أخوي. حسن كايه؟ اخوي. هروح مع مجدي فاهم. طب انت مش عايزني معاك؟ عمر هيقفش انا على عمر ابوها هيقفش على أبوها. وهيضربها. على هيضربه قصدي هتقفش على ابوها وتضربه. لا لا، ما انا في صف مجدي مش هاجي بتكلم- عليه. انت بتكلم ايه وقت هاخدكم معايا انتوا الاثنين. يلا بينا. والله انا معاك ما عشان تقلقش. تسيطروا على ابويا. عشان انا احنا في تارجت معين رايحين نحققه يعني. يعني نسبة كبيرة انا قبل كده كنت خاطب زمان. هو عدى على الحاجات عديت دي. على الموضوع ده. اوكي. ابو اسطوري. ابويا ده من مجدي. ابويا من الناس اللي بيقول حاجه مره واحده في القعده. بمعنى ابويا محامي اوكي. وابوها كان دكتور تجميل، بس ابويا ما يعرفش ان الدكتور تجميل، فابويا قاعد في القعده عايز يفتح يفريلانس كلام، فراح قال يا جماعه على فكره جراحه التجميل حرام. وراح جاي مكبر وقدم. ده اداها له هو في ما وشه. يعرفش ان هو ما يعرفش اي حاجه. طب وانت وقاعد- ما قلتلوش؟ ابويا كان جاي عشان يبوظ عشان لازم يجي النهارده. يعني هو كان هو يعني انت بيضحكوا بس ده للاسف حقيقي. فرحه فين ده كانه حقيقي في قلب أيوة، وشاله. أيوة. يا عيني ده حقيقي ده بس حقيقي. جهز الفقره اللي جايه. انا معاك. هنقفل هنا هنقفل حزن. اوكي فين الاكس بات؟ يلا الفقره الجايه. الاكس بات فين؟ ما اعرفش مع ابوك. هات يا استاذ عمر. فقره عمر خالد الصحاب في رمضان. هي مكتوبه عندك كده؟ ايه اي هو ده ايه؟ انت بتقرا منين؟ ده مهرجان الصحاب في انت رمضان. بتقرا من ايه؟ الصحاب في اجازه. انت بتقرا من ايه؟ بقرا من فقره ترتيب الاعداد. انت بتقرا من ايه؟ فرشه بسيطه سهله يعني. السبونسر يا مجدي، السبونسر. عيدها. انت عارف انا اشتغلت معاك بقالي قد ايه؟ بص دي عيد. انت بتقرا منين؟ يا ابني بقرا شغال معاه بقالي كتير قوي يا اسطى خلاص. ايه رايك في الصحاب في رمضان؟ بتقرا منين؟ انت بتقرا منين؟ يا حسن عايز دي اللي هي في الصدر دي، عايزها. This iPad in the world. ايه اكس مان. سوري يا X-Men. دكتور سوري. اي ويلكم اول ذا تيرورست. فرول اكس باد فروم انفينكس سي يو. عمر يا خالد ايه رايك في الصحاب في رمضان؟ ايه رايك في الصحاب في رمضان؟ يعني ايه؟ طيب يعني في المطلق اصحابك في رمضان كويسين حلو يا ابني. أوي. فين السؤال؟ ايه رايك في حجز الكوره في رمضان اللي كان ملوش فيها بيجيب يلعب؟ ما تسال السؤال إيه ده؟ ما تسال السؤال بشخصيتك. طيب ما تفكر تفهم السؤال بيقول سوري، ايه سوري. وصيغه. طيب صيغه حجز الكوره في رمضان ماله؟ بيمثل لك ايه؟ هل هو مجرد حجز ولا هو بجد بيحسسك بحاجه مختلفه؟ طيب خلاص. طيب ايه رأيك؟ شايف ان الصحاب خطر في نهار رمضان؟ ايه ده؟ ليه انت بتعمل ايه مع اصحابك يا اسطى؟ يعني ايه؟ طب ادي فرصه للضيف يجاوب. ما انا خايف عليه يعني هو برضو محطوط طيب تسلل خلاص في حتة. بتحب النم يا عمر؟ بتحب النم؟ قبل ولا بعد؟ لا في نهار رمضان. ايه رايك في النم في نهار رمضان؟
انت عايز اي ذنب صح؟ اجري. عايز تجيب له اي ذنب. طيب عمر، ايوه. بما ان الناس مش بتفهم ايه الممتع في القهوه، احكي لنا بقى بتحب ايه في القهوه؟ انهي قهوه؟ القهوه اللي بتتشرب ولا اللي بتقعد عليها؟ لا اللي بتقعد عليها طبعا. اه بتحب القهوه؟ اه. طيب حلو قوي. صاحبك اللي بيهزر في اي مكان وفي اي موقف اه. بيمثل لك ايه؟ انهي واحد فيهم؟ صاحبك اللي ما اكيد ده واحد بس. عشان هم ما هو على حسب صاحبي. السؤال فيه واحد بس. طيب سفريه العيد بقى. انت خلصت رمضان ها؟ انا ما طلعتش دي كانت بمعلومه أسئلة مفيده. رمضان. انا ما طلعتش بمعلومه مفيده. ست العيد لو قعدت معاه شويه كريسماس الواحد يسبب لك. كنت بتسافر في العيد وانت صغير؟ يعني انا كنت قلت لك كانت هتختلف رد فعلك. هنفتح بقى، هفتح معاك فرضيه. طب ما تفتح الفرديه وانا بقول لك لا. لا ما انت قفلتها هي لازم تبقى عشان اقول لك بتسافر فين. طيب يا عم هات كده. ماشي اتفضل. انا هتصرف. ماشي اتصرف. هو ما ينفعش يسأل تاني. انا هتصرف. شبيه إساف ده مش هينفع يسأل تاني. شبهه؟ الشغل مع الصحاب في نهار رمضان كده بيمثل فرقت؟ لك ايه؟ هي كده فرقت يعني. مفيش حاجه. عمر اساله انت. عمر. فهمت انا فهمت. ايوه. طيب هات انا هتصرف. استنى خلاص انا أنا هتصرف. هتصرف. ماشي. انتوا من الناس اللي في رمضان ده بجد والله. بس صح كده. انتوا من الناس اللي في رمضان اللي هي بتصحى. انا عارف انت حيوان. لا انا من انت بتصحى 5:30 يا مجدي. لا فكك لا فكك لا عشان لا. الكاميرا تصحى موجودة. على الفطار. بيصحى الناس لا اللي لا هي لا. بيقول لي ما انا بصوم. لا هو قلت بس له انت قال لي من رمضان 6 ده عشان 12. رمضان ده بس عشان عندي مشكله صحيه فبصحى متاخر. انت بتستعطف الناس يا هو انت كل ما تتزنق على فكره ايوه تلعب اللعبه هجيب دي. مرض مزمن. بتلعب اللعبه دي. كل بجد ما عندي بس تتزنق. مشكله انت في العادي بتصحى متاخر. لا في العادي ما بصحاش متاخر. بجد؟ اه والله بصحى عادي. انت ايه؟ لا انا في نشطاء ولا؟ ما هو العادي ده اللي هو الساعه كام؟ حدد اصل انا بصحى كام. يعني 11 12. بدري والله. تصحى امتى يا عمر؟ بصحى بروح واحدة. جيم وبتاع. واحدة؟ طب ما لا ما انت بعديك نفس- بساعة نفس يعني. الرينج نفس الرينج. واحده ونص وبروح طب جيم وبتاع. بحب اروح جيم الصبح. التوقيت بتاع الصبح ده حلو. فاضي جدا كله في شغله. من 5 الدنيا جحيم. لا ما انا لا مم. ما اروحش الصبح. بروح 4 برضه 5 عشان انا طب ما هو ده كده. طب ما انت كده بروح مع الجحيم ما اصل يبقى فين فاضي فين لو بقى؟ اتمرنت الساعه 10 الصبح 11 لا دي مش بقول لك 10 الصبح هتموت. 11 ما تروح 2 3. هتموت. ما ممكن ساعات اروح 3 بس 2 دي. على فكره بتكسل. 2 دي لا فرق 4 ساعات. انت العطش والجوع. انت بتتكلم في رمضان. انا لا 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 انا كل بتكلم في ده العادي. بروح الساعه 7 الصبح. المحتوى أوكي. كله عن رمضان النهارده. هو ليه فكر ده بره رمضان؟ طيب انت بتحب تعمل ايه بعد الفطار؟ انت عايزه في حاجه؟ انت عايز معاك في مشوار انا تمام يعني. انت حضرتك انت بعد الفطار ايه هواياتك بعد الفطار في رمضان؟ هواياتي. تعمل له كده. بتحب تمارس رياضه معينه بعد الفطار؟ عادي يعني. ايه علاقتك بالمرغني؟ الشارع ولا مصر الجديده؟ مرغني مصر الجديده. ليه؟ يمكن عارف حد هناك. انت في حاجه بتدور عليها هناك؟ بدور على شقه اهو. قول لي بقى كده. والله. كده ساعدك. طب انت ايه اخبارك يا عمر؟ انا بخير الحمد طيب لله. شايف صناعه المحتوى شغل يعني احنا ليه بنرجع من الاول؟ والله العظيم قلت له احسن مع قال لي بقى استنى حاوره. ايه رايك في انا حاسس ان انا بحور عليه. مش بحور. ما ترجعليش في الاول. طب انت شخص بيحب ينزل يقعد على القهوه؟ بس طيب. لا يعني ما يبقى في وقت عشان احيانا ما يبقاش في وقت. كيفك ايه يا عمر؟ يا ابني ما انت سالت سؤال حلو. كنت كملت عليه ليه بترول له مره واحده؟ طيب القهوه بالنسبه لك ايه؟ مين عندي؟ طب انت القهوه بالنسبه لك ايه؟ لا ما تخافش مش عايزك القهوه تخاف. بالنسبه لك ايه يا حسن؟ قعدة. السكن ولا البيت ولا قعده الصحاب كل ده في القهوه؟ تفاريحي؟ سكن وبيت. السكن والبيت ده في طيب القهوه؟ بتلاقي نفسك فين؟ يا فندم انا نفسي احط ايدي على سؤال اجاوبه. انت لو فاهم ان ده حوار طيب محاور فاشل. محاور ايه ده طيب. مش انسان. مروان سري ولا فول مارك؟ انت بتقارن ما بين شخص وبرنامج. وبرنامج. شوف انت بقى عايز تختار ايه؟ انت اصلا مش عايز تاخد فرصه ان انت تقول اصلا في انت اتعديت منه انت لا التاني. هقول يا ابني انت الامل. هقول لك انت شايف تبوظ. بشوف اصغلك ازاي. في اشاعات كتير طلعت كتير جدا إشاعة. ان انت مش هتطلع في كاس الالعاب تاني وبتاع ومش عارف انت مين اللي قال الاشاعه دي؟ ده النت جدا. النت. جروب سياح وكوره.
جروب ساحه الكوره اللي بيشتموا مجدي كل اسبوع مره. بيشتمونا كلنا، اسكت بقى. ما انا عشان قلت لهم ايوه قلت لهم يا مين صاحب هذه الاشاعه؟ مجدي؟ والله ما فاكر، بس لا، لا، جت لا والله. فترة عدت عليك يعني؟ جت فكره وانا رايح اصلا واحنا رايحين. وانت كنت رايح ساعتها ايه مش عارف، واحنا رايحين، تشتغل واحنا يعني؟ داخلين. واحنا داخلين بقى بنتكلم، وفي الاول كان الاشاعه دي منتشره ساعتها. وبعد كده مش فاكر سالت نبيل او قال لي لا 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 خالص مفيش الكلام ده خالص. انت وعمر شراكه. انا وعمر ايوه يعني. يا جماعه ما بقى. انت القعده طب جنبك خلاص، احنا اسفين، قاعده احنا جنبك آسفين. بنتكلم. يعني ده ايه بقى؟ طيب قاعدة جنبك اسالك بنتكلم. سؤال، اسالك يا سؤال ابني كويس. سيبه. استنى. اسالك سؤال كويس عمر والله. بالنسبه لك ايه، سكن ولا طيب نلجأ ولا بقى؟ انا ما اعرفش اللي حصل. اخر مره ركبت مترو كان ايه امتى؟ ده؟ حلو والله. اخر مره ركبت مترو امتى؟ والله السؤال ده حلو. اتفضل. اخر مره ركبت المترو هقول لك 2021. هتعمل ايه بقى؟ وكان بيمثل لك ايه المترو؟ حرفيا والله يعني لا. المترو بيمثل لك ايه بجد؟ وهل عايزين انت متضايق منه؟ انا شايف طريقته. انت متضايق منه أيوة، انا هو؟ بكلمك دلوقتي سؤال. اتفضل. طيب لا انا مش عايز دي، انا عايز اللي هي عمرك على اشتريت، البنش على عمرك طول. رحت دي. عمرك رحت الفراخي وقلت له فرغجي. فرغي. عمرك رحت الفراخي واشتريت يا ابني اسمه فرخه؟ فرارجي. يا ابني اسمه فرارجي. فرغجي ايه بس؟ فرارجي. فرغي طب فين الفرخه في الموضوع؟ ما هي فرارخي. فرارخي. مش فرخ هو. عمرك اشتريت فرخه؟ يعني رحت انا ما شفتش اي كيو ولا بالسالب أنا، كده. ولا انا والله. لا 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 ولا انا صعب. والله العظيم صعب لا، لا، جدا. سهل. محاول بجد، بسم الله ما شاء الله. عندك حاجه تانية عايز تسالها؟ انت كده متقمص الدور انت يعني. عايز تجيب بط؟ تجيب حاجه ولا انت ايه بجد؟ المشكلة؟ مريت بالتجربه دي اللي هي ان انت تروح عند فرارجي وتقول له عايز الفرخه دي؟ لا. انت فايتك كتير. انت مريت بقى. انت مريت بالتجربه دي. عايز الفرخه دي. انت مريت بالتجربه دي وقلت له عايز الفرخه دي. عايز الفرخه دي. اشمعنى؟ بص كنت بحس ان هي بتناديني، يعني ان الفرخة. هي عايزاني وانا عايزها كايه؟ كشوربه. انت بتحب تقابل اصحابك في رمضان؟ في نهار رمضان؟ على حسب. في صحاب ما ينفعش تقابلهم في نهار رمضان. انا من- ما بحبش اقعد مع عبده الصبح في رمضان. عبده مستحيل. عبده. يا مستحيل، كارثه بدون اي مش بقى هينفع نقول ذكر بدون تفاصيل. بقى اي شرح بقى. ما ينفعش في رمضان اصلا. بحس ان المفروض كان حاسسك المفروض هتكمل لا يتسلسل. في رمضان ولا بعد رمضان. والله كان المفروض يتسلسل بنسبه بس كبيره عبده. عبده نسى، ما اتاخدش معاه. اه حتى في دي. ليه بقى بيعمل ايه؟ اتفرجت على برنامج عبده؟ شفت اول حلقه. ايه رايك؟ حلو. شاطر. برافو. شاطر والله، موهوب فعلا. شاطر. والله الواد موهوب الحمد فعلا. لله. يجي منه يعني. ايه رايك في اسم البرنامج؟ معبر عن عبده. صح. طب برنامج عبده بيمثل لك ايه يا عمر؟ هو انت ليه عايز تحشر كلمه بيمثل لك ايه في اي حاجه؟ المترو سمعتها في بيمثل لي. انت انترفيو. مين قال لك أنا- عليه؟ سمعتها في انا عايز الانترفيو. اعرف انت ايه الحاجات اللي ثوابت في حياتك، يعني ايه الحاجات انت فاكر ان برنامج عبده ثابت في حياه عمر؟ انا عايز اقول لك انا شفت الاولى مش هشوف الثانيه. اصلا يعني. مش لا، لا. عشان عبده، عشان انت هتكرهني في عبده. طيب خلاص استنى خلاص. اسالك سؤال. ماشي. اند جول ايه وانت الاند جول ايه؟ لا انا ما بحبش اقول اهدافي على النت. في ريل بيقول لك طب قول اند جول قبل ما اديك بالقلم على وشك. انا هقول لك، انا هفهمك قول بس. اند جول. أنا- بعد ما أديك بالقلم. انا على بس فكره حاجة. مش والله هجا... اسمع مني. طب انا هفهمك اسمع بس. مني بس. ما دي حاجه قول بيني وبين إند جول. ربنا. قول اند جول. لا انا هفهمك. بقولكش رايح العمره يعني. أنا بقول في لك ريل إند جول. في ريل على الانستجرام بيقول لك ما تشاركش. اختبئ. ايوه صح. اختبئ حتى انت ليه تنجح. مختبئ كده؟ بيقول لك والله ايه؟ اختبئ حتى تنجح ثم تبهرهم بنجاحك يعني. قول اهدافك النهائيه ايه؟ الاند آه، جول بالنسبه لك ايه؟ ان انت لو وصلت له هتبقى خلاص. اجيب تمام. شقه تمليك. يا نهار اسود على القرف. على القرف ده اللي زي ده ما ينفعش يحقق احلامه. اجيب زي ده شقه ما ينفعش تمليك. يعيش. بس تبقى ايه، ماسكه بقى كذا حته. تبقى في اريا اللي يعني. هي عند محور محمد نجيب دي، عارفها؟ دايما يقول في لك واحدة في عينك. يقول لك في شقق في محور محمد نجيب. في واحده فين؟ قطع عشان زقابي، طريق السويس، الرحاب، مدينتي. دي ايه؟ دي قد ايه؟ 1000 كيلو مش ولا ايه؟ الشقه، مش الشقه. اوكي. المنطقه. انت الاند جول ايه؟ انت تمام لا لا يعني؟ انت ده تمام؟ طب البيت بيمثلك ايه؟ الايه يا فندم؟ البيت بيمثلك ايه؟ اكيد السكن بقى خلاص. لا اسمع الاند جول بتاعه ايه؟ ماشي الاند جول. بيت ايه يا ابني؟ يا عم انا غلطان يا عم، مش هتكلم يا عم لاخر الحلقه. انا فهمت ليه ما كانش ايه الاند كانش بيوجه لك كلام ليه. ايه فهمت. الاند جول بالنسبه لك؟ هل
كونتنت، تمثيل، صحافه ترجع تاني، تلفزيون؟ لا صحافه تاني وميديا لا، لانه الناس ما بقتش تقرا، فصحافه خلاص يعني. بس لا، صناعه المحتوى والكونتنت كريشن ده عايز اكمل فيه. عايز اعمل برامج على بسكيل اوسع شويه، بشكل اكبر شويه. التمثيل يعني انا عارف انه في ناس كتيره يعني، ودي من الحاجات اللي حصلت في البودكاست عندي، لما جبت ناس كتير استضفتهم، ومنهم استاذ احمد يعني. كله عايز يمثل. كله عايز يمثل. وده كان بالنسبه لي لفت نظري جدا. كله عايز يمثل دي شتيمه؟ لا خالص خالص. هو بيقول كله اصل لا يعني يقول لك كله عايز يمثل يعني، مش فاهم ما قلتهاش بالاداء ده، ما قالش كده، لا ما قالش بايده، ما قلتهاش كده خالص. انا قلت كله عايز يمثل. كله عايز يمثل، قال كله عايز يمثل. خلاص، مش لو انت عايز حساسيات دي؟ تمثل، لو انت عايز تمثل وعمثلتها كده، ده مش تمثيل. مجدي انا مش عارف اخدك على محمل الجد بتاعت شكوكو دي. في حاجه في حاجه في شعرك. لو لبست كده بعمل ايه تاني؟ طيب. فاهم قصدك. بس كده. طب انت ايه هدفك بقى من انت في حياتك؟ هو كان بيتكلم وما تقولوش هدفك بالنسبه لك ايه. هدفك بيمثل لك ايه؟ هدفه بتاعه مش بيمثل له هو حاجه، سيبه يتكلم. هل انت شايف صناعه المحتوى مستقبل؟ هل انت شايف؟ طب انت لما بقى عندك 50 سنه يا فندم انت هتشتغل سالتني ايه؟ 14 سؤال في جمله. سيبه يرد على واحد. ماشي خلاص اوكي. طيب اختار بقى واحد واسالني يلا. طيب انا على فكره بحاول اساعدك انك تعرف تسال. انا بسال اهو. ها. وانت عندك 50 سنه هتعمل برامج شبه ايه؟ يعني لو انت عندك 50 سنه هتفضل تقدم كازينو الالعاب؟ لا مش للدرجه. طب ايه اللي البرنامج ممكن عمر خالد يقدمه عنده 50 سنه؟ تصدق ده اول حاجه عيد لي يسالها. ايه الحاجه اللي ممكن اقدمها عندي 50 سنه؟ صح؟ هو ده اللي انا بسالك بقى. ده لو عاش، ده لو التلفزيون عاش. مش عارف. منصات مش يعني ما بقاش قصدي نسيسيرلي اللي هو تلفزيون اللي هو القناه الثانيه ثالثه رابعه، بس اللي هو واتش ات يانجو وات ايفر. لو ابتدوا يخشوا لان هم ابتدوا يخشوا في كونتنت، في فكره البرامج يعني كوميدي، وابتدوا يعملوا برامج بكونتنت كريترز بره، which means ان احنا الويف اللي جايه هيبقى ممكن هي الويف دايما بتيجي متاخره. واشتري مني يا جاس عملوا معاهم ديل صح؟ مع مين؟ واتش ات شاهد شاهد فاوريدي البرامج ابتدت تخش منصات. طيب يخرب بيتك. هو هيتكلم، هو كان هيتكلم. طب ما هو بقاله ساعه بيرغي. هو كان هيتكلم، هو ما بيرغيش. انا ايقاع حلقتي معلش. سريع. طب يلا خش السؤال اللي بعده. طب انت جاوبت؟ لا. بس انت بجد ممكن يعني تشتغل الشغلانه دي لحد السن اللي هو ال 50 و60 وكده؟ احنا مش عارفين بقى يعني، مش عارف 50 و60. لا يعني لا صعب في 60 اصلا. لا يعني ما اعتقدش يعني. هي على حسب يعني، على حسب الدنيا ماشيه ازاي. عارف انا شايفك في ايه؟ يقول لي. شايفك في برنامج زي بتاع محمود سعد وانس. لا وانس طبعا، بس محمود بتاع باب الخلق. انت عايز باب الخلق انت. بحبه فشخ. على فكره هو حلو جدا. حلو على فكره. حلو جدا ولا على عمر. ولا عليك ممكن بقى على الاربعينات كده ولا حاجه. عارفين انا عايز افضل ستاند اب كوميديان لحد اما اجيب اخرها، جيب جاز يعني 60 70 وات ايفر. انا واقف لحد امتى هفضل اعمل ستاند اب كوميدي بجد؟ والله. حلو قوي. يعني بفتكر جورج كارلين ده كان بيطلع على المسرح وهو حاجه و70 سنه تقريبا. انا ببص لعبد الري عزم عزبة النخل. عدى عم مصباح كده، فاكره؟ عدى عم مصباح يا عم. عدى عم مصباح. جورج كارلين ده طلع على المسرح حاجه و70 سنه، هو كان بيضحك جدا. يعني انت عايز تكمل كده لحد حسن بحب الستاند اب جدا. وانت؟ والله يعني انا الحمد لله. لا محدش بيسأل صحتك، انت عايز تكمل في دي للاخر؟ انا بحب الستاند اب جدا ونفسي اكمل فيه، بس هو بالنسبه لي كارير مرهق جدا يعني. انا بجد الستاند اب يعني هتيجي وقت تبطله؟ هيحصل. انا بقول لك قلت لعبده كده كنت مصدقك. مش عشان ليه؟ انا بحبه جدا واكتر وقت بستمتع بيه وانا على المسرح، بس هو فعلا لو انا شخصيتي نفسيا ما اتطورتش وما عرفتش اتعامل مع الضغوطات بتاعت الستاند اب كوميدي، مش عارف اكمل. ايه الضغوطات بتاعت الستاند اب كوميدي؟ انا لازم اضحك على طول، انا عايز اهرج، انا لازم اضحك دلوقتي. البروسيس عامه، التوتر اللي بيبقى قبل الحفله، الموضوع بالنسبه لي. شفتني قبل الحفله صح؟ شفته عامل ازاي وانا عامل ازاي؟ دي حياتنا فاهم. فهو انا يعني انا ببقى تعبان بقى متوتر جدا، باخد الموضوع على صدره قوي. هو على فكره انا اي حاجه بحبها بعمل معاها كده، مش بس الستاند اب يعني. مثلا حلقات الكونتنت بعمل كده، الستاند اب بعمل كده، لان انا بالنسبه لي الضحك منظور انا للضحك غير منظور حسن.
انا بالنسبه لي الضحك هو حاجه كبيره قوي وبتاثر عليا قوي وبتفرق معايا قوي. حسن قشطه مش بيحب الضحك وبيحب الهزار، بس مش فارق له قوي، فاهمني؟ قشطه يعني. لا هو مفيش حاجه فرقالي قوي. انا مقتنع بكونسبت كده. اتفرج فيا. لا والله لا مش قصدي في شغل. انا مقتنع بكونسبت كده ان انت وانت لعبت رياضه صح؟ انت لعبت هاندبول. لعبت هاندبول. كل فتره التدريب دي انا فارق لي كل حاجه، فارق لي جدا وبستموت. قبل الماتش ب5 دقايق مفيش حاجه فارقه، لان مفيش حاجه هتفرق. كل اللي كان هيفرق خلص. اللي جاي ده انا محتاج اركز بس. كل وقت التجهيز خلص. ده اللي كان المفروض يفرق لي. ده اللي كان المفروض ابقى ما بنامش بالليل وبستموت ومتوتر وبفكر وبعمل. ناقص 5 دقايق واخش الملعب خلاص. مفيش اي حاجه ممكن اعملها دلوقتي تغير مصيري اللي جوه. لو الفرقه اللي قدامي احسن خسرت، لو الواد اللي بيلعبني احسن هيضربني، لو دخلت الستاند اب وانا مش جاهز هخيش، خلاص خلصت. بس انا قصدي ان البروسيس دي مرهقه عليا قوي اكتر منك. ايوه ال5 دقايق 10 الخمس دقايق بتوع دقايق. المسرح. البروسيس اللي هي التدريب ده اللي قصدي عليه يا عمر، يعني مش قصدي على انا كده اصلا. بس انت بتفشخ في الاخر. انا كده متوتر، يعني انا كده الموضوع الموضوع بالنسبه انت لي شخص متوتر. متوتر جدا. لدرجه ان الناس بتشوفني ان انا طالع على المسرح هخيش. هي الناس ما بتتفاجئ برد فعل الجمهور والسكسهات العاليه والضحك، اللي هو الشخص ده شكله عمره ما يطلع يضحك على المسرح، عمره ما يطلع. ده مش شخص طالع اصلا يضحك الناس. فانا في الاردن المنظم كان خايف. جه قال لي انت الامل. ايوه هو كان مسكني خايف. من كتافي قال لي انت ليه الامل. بقى عمل ايه؟ النهاردة. عمل له ايه؟ ماشي وبيترعش ويبص في الارض وما بيتكلمش مع حد وما بيردش على حد. وانا من اول السفريه بقى انا اللي انت بتشوفني ده اللي هو ماشي خلاص. وبهرج بيهزر مع وعمال الناس بعمل كده يلا عشان وبيتكلم نطلع على المسرح. فشكلي انا ده عادي جدا. هم كلهم ساكتين يا عمر عشان هم وكلهم ساكتين ومش فاهمين لي مالكه. يعني بدأوا ينكشوني بهزار وبتاع، بس انا ما بهزرش، ومش قصدي ان انا ما بهزرش، انا ما بفكرش في حاجه غير الحفله. الحفله تخلص بقى تعالوا يلا نهزر. حسن بيبقى داون وانا بطلع. طب وانت كل نتيجه بقى الضغوطات دي، فانت بقى عايز توقف مش ان انت تصلحها؟ لا هو بيقول لو ما عرفتش اصلحها هو بيقول لو ما عرفتش اصلحها وقف. لو ما عرفتش اصلحها مش هستحمل يعني. مش واقعي صح. لو ما عرفتش استحمل ده مش اجيب لك حاجه تاكلها حاسك انا بس خبطت شويه عشان كركديه. انت عارف ان هم غيروا فلازم الستاند ده نعلم. مرتين وحسن ما اتغيرش، يعني هو كويس. حسن قاعد بتاع بيتغير عليه كل شويه. ايه رايكم نعمل تليفونات بقى؟ يا راجل يلا بينا. ماشي اوكي. هنكلم ناس بعتلنا هيحكوا لنا حاجه عامه بقى. اول رقم يعني ده معانا احسن شرح. اول رقم معانا اسمه رامز جلال الغلابه. هو انت مش بتتفاعل معايا ماشي، ليه؟ قلت لك ماشي. مفيش اي حاجه انت قلتها ممكن اتفاعل معاها الصراحه. الناس نامت ننام واحنا 50,000 جنيه مع دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة للشيخ الحصري والدعاء اللهم اجعلنا لك حامدين دوس 2 وللكول تون دي دوس. في حد كان الو الو انا صحيتك او حاجه؟ انا اسف. انا احمد مجدي. تحس ان احنا دخلنا عليهم في وقت غلط. كلمها صلاح. انا بهزرش والله، انا احمد مجدي. اه ايوه قرف بقى تاني. ايوه عارفاك. انت ايوه عارفة. انا اسف. انت السلام عليكم. انا عارف ممكن تصحي لو سمحتي؟ ما عندناش وقت ننجز. ممكن تصحي؟ يلا اصحى انا معاك يا هي ولد. ليه يلا وافقت قوم. على كلامه بسرعه وصحيت وغسلت شعرها وقعدت شعرها وقعدت له كده مره واحده. يلا التون بتاعه. يلا اسمك ايه؟ الكل فكاك احمد مجدي ولا انت؟ لا هي كده عرفت خلاص. اسمك ايه؟ العنف يعني ادركت يعني. يا جماعة خلاص والله عرفت. ماشي بقى انا خلاص فاهم. بس عشان معايا عمر خالد كمان في اتنين بيزعقوا. قلت له خلاص يا خلاص مجدي. خلاص احمد حسن احمد مجدي. ايوه عامله ايه؟ ايوه ده انا بحبك. واحنا بنحبك كمان. قومي الحمد لله. قومي اغسلي وشك عندنا سحور. ماما لسه بقى هتجيب السحور. ماشي. طب انت ايه القصه اللي كنت عايز تحكيها لنا؟ ان انا العباية بتاعتي كانت استنى عباية؟ العبايه ولعت ازاي؟ انا كانت اول مرة العب بالسلك والصواريخ في رمضان ده. السلك انت لعبتي بسلك وصواريخ هو ايه بالعباية؟ دخل انا السلك تالتة ثانوي. ها؟ ما لابسة عباية في رمضان يعني هلبس ايه؟
عندك صح، حق. احنا المشكله فين؟ صح. كلنا انت لابسين انت عبايات انت, هنا. انت لعبت بسلك لعبت بسلك المواعين اللي العيال بيولعوا فيه بالنار ويقولوا ايه اوعى مش واعي ده. ايوه ايه ايوه ده العبيط ده. برافو عليك. العبيط ده. عيله ماشي. كام مش سنة؟ عيله يا تالتة ثانوي. دي تالتة ثانوي؟ اه تالتة ثانوي عيلة؟ يا عم بص افهمك، انا دلوقتي فاهمين. نفسيتي كانت وحشه بس دي كانت وبتاع. وحشه فقلت العب بالسلك المواعين في الشارع. بنت خالتي قالت لي تعالى نلعب بالسلك وكده، قلت لها طب ماشي مش ماشي. عارفه ايه. اه قعدنا نلعب بقى بالسلك وكده ايوه مستغربه، وانا بولعه راح مسك بقى في العبايه. مسك في العبايه. مم. تحت العبايه بقى في حكايه بجد. والله العظيم كنت بفكر فيها بس مش عايز اقولها. ايه؟ خرم فيها وكده وبتاع. اه اه بهدلني. بس الحمد لله انت تمام صح؟ ما انا هاخدها. لا الحمد لله تمام اه. الحمد لله الحمد لله. طب ويعني ده الكلام ده قريب ولا بعيد ولا الكلام ده رمضان ده. رمضان ده انت محروقه انتوا دلوقتي. بتكلمك وهي عماله ماسكه الكريم للدرجه احنا الثالثه. صحناكي من الحرق حرفيا. لسه رمضان ده. ماشي ماشي. طب الف سلام عليكي والله. سلام ما عليك. نلعبش بالسلك بقى. خلاص كده. كبرتي شهر ها. ده ايه السن ده ايه انا صغيره بقى في ثالثه ثانوي بس دلوقتي كبرت بقى عندي ثالثه ثانوي وشهر. اسمك ايه صحيح؟ وترتوني جدا. اسمي ندى. ندى عادي بعد كل ده. عبايه وسلك يعني مفيش توقعتش مشكله ندى. مفيش مشكله ماشي مفيش مشكله. ماشي بنحبك. عايز يا تقول ندى لها حاجه يا والله. عمر؟ الف سلامه يا ندى. يلا باي باي يا ندى. باي باي يا ندى. مع باي باي يا السلامه. حبيبي باي مع باي. السلامه. حلوه دي يا مجدي، دي حلوه، لا خلي بالك دي تخدم السبونسر صح. في تليفون في الانترنت نسبه ان كده. انت تكنسل انت فاهم؟ ليه؟ تحت العبايه حكايه. ده اختيار. هو انت عقلك كان فين ده اختيار. في اللحظه دي؟ اصل هي جت لنا كلنا. انا ما اعرفش بس بقى انت امسك كلب. انا ما اعرفش امسك نفسي. انت كان كل المكان سكت وكل المكان بصلنا عشان كله بيفكر هيقولوها ولا لا. مين اللي خسر؟ بس انا الوحيد اللي قلتها. ما قدرتش. لا مش دي مش ده حاجة على حلوة. فكره ما ده مش تعملش كده. ده مش مكسب، انا قصدي يعني كده، في اه. حوار في حكايه في في حريقة مشكله يعني. اه أنا حريقة. قعدت الدنيا افكر ولعة نار قعدت يعني. افكر تحت العبايه مولعه الدنيا. دي مولعه الدنيا تحت حرفيا. العبايه حرايق والحاجه ما جاتش ما ما جاتش. جاتش هي كفر. تحت العباية هي ما لازم كانش زي فيه ما هي فعلا. صح معروفه. برافو عليك يا مجدي. هو طيب. لما بيفكر بيبقى خطر. لو انتم مركزين في الحلقة قولوا لنا اسم الأكلة اللي أحمد مجدي وعمر خالد أكلوها في المغرب وهنختار واحد يكسب موبايل نوت إيدج الجديد من انفينكس. ما كلمتنيش عن حوار الكونتنت ده. ده بجد ما كانش فيه لسه. طيب رجعنا لكم تاني في والفقره حاجة تانية. الثالثه ايوه يا فندم. فقره الصور. البصه دي وانت بتقول صور اه فكرني بايام وحشه قوي. طيب يا وانا عمر صغير. هتختار ممثل تقلده يا عمر وتقوله انت معاك لنا. الممثلين يعني؟ اه معايا الممثلين ولو عرفناه يبقى انت ممثل شاطر. طب انت معاك الممثلين فهو هيختار ممثل من كيس بلاستيك في جيبه. انا هديله طب ما الإكس- تختار انت الاول. لا انا ببدا كل حلقه. طب ما تبدا الحلقه دي. لا انت اخويا قاعد ما ينفعش. ابدا انت. المفروض اخلي حسن وهم اللي يلعبوا وانا ما العبش صح؟ مش انا هوست؟ مش انا هوست. انت هوست يا حبيبي. انت احلى هوست فينا. هنكمل هنسيب هندسه وهنقعد وهنلعب وهنعمل انت كل ده فلوس ما مسيطر تخافش. عليك فعلا اه. لحد انت قلت لي دلوقتي؟ ما انا هروح اتقدم مع حد شايفك. انا هاجي معاك. طب هو انت ازاي لا ما انت مش هتقول لابوها لا انا صاحبه هتضربه مجدي. فيوافق عليا. مجدي ازاي هتتقدم وانت بتتوتر كده؟ هو ده له علاقه بالتقديمه؟ يا لهوي اه. ده اكتر لحظه موتره. اكتر حاجه موتره في الدنيا. لما يزنقك في سؤال هتعمل ايه؟ اقول له انا كنت كريتور تاني. هو القعده دي بتبقى موتره للدرجه دي؟ يوه سيئه يعني. خلاص شوف واحده ابوها متوفي بقى خلاص. حد في حد بيتصل. طب رد قول له عايز ايه؟ السلام عليكم. الو ايوه مين معايا؟ حضرتك الرقم ده اللي استنى. لا الرقم ده ما كلمش حد. سلام. الو. انت بتقفلي في وشي؟ هو انت بتقفلي في وشي؟ لا ده حسن معلش. مجدي انت بتقفل في وشي يا مجدي. لا مش انا اللي قفل في قفلت. وشك. برافو عليكي والله. هات بتقفل في وشي يا مجدي. والله برافو عليكي. الو مساء الخير. مساء النور. انا والد احمد. اسم حضرتك ايه معلش؟
رحمه. اللي خلي قفل... عندك شويه رحمه بقى. انت اللي قفل في وشك احمد مجدي فعلا. ايه ده؟ ما انا عارفه. طب هو ده مش مسامحه. مش مسامحه؟ مش مسامحه. ليه اللي وصلنا للمرحله دي؟ ايه ده؟ ليه كل ده؟ انت بالنسبه لك مين احسن، مين بتحبي مين اكتر، احمد مجدي ولا احمد حسن؟ حسن طبعا. حسن طبعا. ده علشان المسلسل الاخير ولا يعني كشخصيه وكده يعني؟ لا لا لا، كشخصيه وكدم لا حاجه تانية. احمد مجدي احمد مجدي دمه تقيل انت اللي صح؟ قلت لي اعمل المكالمه دي، هروح ازاي انا دلوقتي؟ لحظه بس، لحظه خليكي معايا يا رحمه. لا ركز، ممكن تركز في الجمله اللي جايه دي يا عم الكوميديان، ركز معايا. لا يا عم الله يخليك. قولي تاني يا احمد مجدي ماله؟ لا دمه ما بستحملوش بصراحه. دمه تقيل صح؟ جدا يا خرابي. يعني انت حضرت لهم حفله قبل كده ولا لا؟ لا بس برضه. بس لو حضرتي مش هتتفرجي على مجدي؟ لا مش هبص له خالص. رحمه انت عندك كام سنه؟ 17. رحمه انت منين؟ اسال انت منين؟ المنصور. من المنصوره. خسرت اهل المنصوره. بقى يحبوك فتيات الدلتا بقت تحبك. اهل المنصوره اهل المنصوره. طب وايه اللي بيعجبك في شخصيه احمد حسن؟ هو في حاجه يا ريس؟ خليك في حالك كده. خليك في حالك. حاجه تانية، جنتلمان كده جنتلمان. جدا. ايوه. طب هو ما انت مش ملاحظه انه يعني حسبي الله ونعم الوكيل. جنتلمان دي لحسن تمام، بس ده انت معناه انك بتخبطي في مجدي. ما انا قصده. انت قصدك تخبطي. هو انت ليه شايله منه قوي كده؟ هو اقفل يا عمل عمر، حاجه؟ اقفل يا عمر اقفل. هات واحده. لا خالص. انت شكلك مش حباه يعني. ولا انا بحبها. لا هو كده القرف اللي القبول. بيحصل فيك ده. الايه هو ايه؟ القبول. القبول. طب والله البنت عندها حق. 10 دقايق كلهم بقوا تهزيل في مجدي، مبسوطه؟ ده اللي انت عايزاه يا دكتور؟ ده اللي انت عايزاه، اتبسطتي كده؟ يعني هم 10 دقايق. طب انت ايه لو انت انت هتقعدي؟ عايز ايه انت؟ لو انت هتقعدي كفايه يا عم عمر، في يا عم؟ ركزي معايا يا رحمه معلش. لو هتقعدي مع مجدي دقيقه واحده هتقولي له ايه؟ 60 اصبري بس، هتستحمليها معلش، دوسي على نفسك وعصري نفسك ليمون. خلاص دقيقه واحده 60 ثانيه هتقعدي تعملي ايه؟ هتقولي له ايه؟ لا مش هتكلم صراحه، هبص بعيد. يعني انت هتقعدي الدقيقه دي وتبص بعيد هبص بعيد لحد ما تخلص. لحد ما تخلص؟ انا مش عايز اقعد معاك يا رحمه اصلا. طيب ولو قعدت ماشي، الدقيقه، اصلا على فكره مش عايز. ولا انا عايز اقعد معاكي. ولو قعدت الدقيقه دي مع احمد حسن؟ لا يا خرابي، ده الدقيقه تتمد. انت مبسوط بالحاجات دي؟ مبسوط بالحاجات دي؟ لا والله. الدقيقه لا وبعدين الناس دي قالت لي مش قالت لي يا خرابي ده الدقيقه تتمد. والله يا طب انت عايز توصل لايه؟ انت اقفل خلي بقى. انت مش محبوب. لو انت بقى احمد انت مش مجدي محبوب ماشي. صح؟ هو مجدي مش محبوب صح؟ خالص. معلش. طيب خلاص بقى، خلينا بقى ايه لا شكرا. يعني. شكرا يا رحمه، وهنتصل بيكي مره انت تانية. مبسوط يا اسطى كده؟ لا والله. ماشي شكرا. انا اللي يلا، قلت باي ما باي. نقولش مكالمة. بص مبسوطه باي فيك باي. ازاي؟ بتسقفي كمان؟ بتسقف، سحبت تسقيف، سحبت سوكسيه، وده دي بتسحب سوكسيه لو ميتم هيسقفوا وراه. هيسقفوا. لو عزا لو في واحدة واحد في عزا. بيتدفن. دكتور داليا سقفت. البقاء لله. البقاء لله. جرب احنا نسحب سوكسيه بننام على وشنا. كان غالي علينا. فرحه ما خدتش ثانيه لاج. ايوه ثانيه. دكتور داليا سقف. ايه؟ لا صعب قوي. كلمه تقيله بس شويه. هي معاها حق نسبيا صح؟ اصل هو القبول ده بتاع ربنا فعلا. انتوا ربنا مش هيبارك لكم في محتواكم ولا في صحتكم. ليه الدعوه دي؟ ايه الدعوه دي؟ ايه الدعوه دي اصلا؟ ليه ايه الدعوه دي؟ ليه؟ ربنا إيه يبتليكم بهكر، ايه ده؟ يفشخ قنواتكم. انت معايا؟ ربنا هتروح في داهيه. وعلى ربنا فكره يبقى كلنا يبتليك. احنا في نفس وانا ما الدايره. احنا بقينا في احنا كلنا في نفس الدايره. امين. ادعي اصل هي كلها نفس ربنا الدايره. كل واحد ياخد على قد نيته لوحده. سبرت ماليش دعوه. يا رب كل واحد ياخد سبرت على قد نيته. ما هو انت مشكله نيتك وحشه. انا نيتي زي الفل والله يا عم. ما كانتش هتبقى رحمه كده. ما ماشي. تتنال تمثل حد بقى. جاي لك يا سيدي اهو. انسان اعيش واتعايش. محمد شرف. كان فيلم ايه؟ ظرف طارق. صح. يلا انا كده بشوف اعمل كده كده بتشوف. ما عشان هو فاتح الورقه. ايه ده نايس. طب استنى ده حلو ده. انت المفروض تعرفه بصراحه. آسر ياسين. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. طب يلا. بحبك آسر. هم
مره واحد اشوف واحد عنده كاريزما كافيه ان هو يهرش في السلسله وستيل احنا نقتنع. ماشي يلا بينا. ده بس مسمر على العتاوله. ايه تاني؟ انا كل صناع الفقره تيم الاعداد مدلعنا والله. في ايه في دقنك؟ في ايه في دقنك؟ اسف بس سلام. الكاريزما كانت اتقل مني. يا ده ابني يعني ما حدش تلات بيعمل كده. ايه؟ مش عايز تمثل تاني؟ ايوه ما انا بقول الكاريزما كانت اتقل مني، كاريزمته اتقل من كاريزمتي. تتريق عليه انت كده. لا يا عم ده هما لازم من دول صح؟ لا عادي. عادي؟ ماشي. ابني وحيد ما شربش عندك أشرف عبد برتقال. الباقي. اشرف عبد الباقي. الله اكبر الله اكبر. استنى اسمه ايه؟ الله اكبر عليه. عرموتي. الله اكبر عرموتي. عليه. اسمه الحقيقي ايه بقى؟ استنى بقى، أحمد آدم. اشرف عباقي. طبعا عمل دور استاذ في اشرف. القرموطي عمل أستاذ دور في صاحب أشرف. صاحبه مش طبيعي. استاذ مع اشرف لو الأستاذ تاخدني محمد بقى. جعيدي. احمد ادم في راجل وست ستات حكايه يعني. الله اكبر عليك. يا جدعان احسن واحد عمل رومانسي احمد السقا. طيب نرجع بقى لسؤالنا عن اقفل الحلقه. نورتنا يا عم عبده، كان يوم جميل بوجودك يا صاحبي، ربنا يبارك لك. عم حسن اشوفك على خير. يعني كان رمضان كنا انا وانت بيومي فؤاد، 2 بيومي فؤاد في رمضان كتير قوي بجد والله. كتير قوي. كفايه يوتيوب. هنختفي كفايه يوتيوب. هنختفي عامة. يوتيوب. كفاية نورتنا يوتيوب. جدا. شفتوكوا كتير. عمر ربنا يصلح الحال. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وخلي بالكم من نفسكم في العيد عشان في ناس في حاجة؟ شريرة كتير. في حاجة في العيد؟ انت نازل هو في حاجة في العيد؟ ربنا يستر. العيد ايه يا السنه ابني دي في ايه؟ العيد السنه دي صغير بس يحير. انا انت بقول مسافر يعني؟ انت مسافر؟ ايه؟ مسافر في العيد؟ لا انا قاعد في العيد، ما بحبش اسافر في العيد. انت بتحب تسافر في العيد؟ لا. بجد؟ مش الزحمه. طب العيد بالنسبه بحبك والله شكرا يا جدعان. باي باي. كل سنه وانتم طيبين. الحلقه دي كانت سبونسرد انفينكس، وخلي بالكم عشان في 3 كسبوا جوائز من كده 4. انفينكس موبايلات، والرابع ودي النهاردة. هتبقى الرابعه. أيوة. فجاوبوا على الفزوره اللي هتيجي في الاخر. بنحبكم قوي وشكرا ان انتوا كملتوا معانا رمضان كله 635 عمل اللي احنا عملناهم دول. شكرا لعمر خالد قوي ان هو عملت حاجة نورنا رمضان والله السنة العظيم. كفايه عملت اعلان مكسر الدنيا. عملت اعلان مكسر الدنيا.